اصحابي صباح الخير عليكم. حلقه جديده من حلقات شقاوتنا، شقاوة شطار. يوم جديد، اصحاب جداد، مغامره جميله جدا النهارده، وهنستفيد كمان معلومات مهمه جدا. خلونا نبتدي على طول دلوقتي فقراتنا وشقاوتنا شقاوة شطار. اصحابي احنا وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الكوكينج. النهاردة في الكوكينج هنعمل حاجة طعمها حلو جدا. احنا هنعمل تارت زي ما احنا شايفين كده. التارت بتاعنا ده هيكون فيه كنافة، وهيكون فيه كاستر، وهيكون فيه كريم شانتيه، وكمان هيكون فيه فاكهة لذيذة جدا، فراولة وتفاح. كتير من اصحابي بيحبوا الحلويات، ودايما بينزلوا يشتروا من بره البيت الحلويات. وطبعا احنا بننصحهم، بنقول لهم ان لما ياكلوا الحلويات جوه البيت اكيد هتكون احسن بكتير، طعمها يكون احسن، وكمان هتكون مضمونة اكتر. فعشان كده احنا بننصحهم ياكلوها جوه البيت. الحاجة اللي ماما بتعملها في البيت بتبقى احلى كتير من اننا نجيب حاجة من بره في الشارع. وكمان لما ماما تحضر لنا الحاجات واحنا نعملها بايدينا اكيد هنكون مبسوطين اكتر ان احنا عملنا حاجة بايدينا نقدر نعزم عليها بابا وماما واصحابنا كمان. وكمان لما احنا ناكلها ونعمل لها ديكوريشن حلو هنكون مبسوطين اكتر واكتر. طيب الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهارده اقول لكم عليها. هيبقى معانا فراوله. الفراوله طبعا فاكهه فيها سكر طبيعي مغذيه جدا. كمان هيكون معانا الكنافه اللي متقطعه حتت صغيره. هيكون معانا كمان الكاستر. الكاستر ده سهل جدا بنتعمل في البيت، ماما ممكن تعمله لنا. وكمان هيكون معانا الكريم شانتيه، وهيكون معانا كمان التفاح اللي احنا هناخد منه سلايزز رفيعة. اوكي، وخليني بقى اشوف كمان اصحابي الجمال جدا اللي هيشاركونا في فقرتنا دلوقتي، ونعرف منهم اذا كانوا بيساعدوا في البيت او بيعملوا حاجة في البيت ولا لا. اسمك ايه؟ ادهم. قولي انت متعود تساعد حد في البيت؟ تعمل مع ماما حاجة في البيت؟ وكمان معانا بنوتة هنعرف دلوقتي اسمها ايه. هنا. قولي لي يا هنا، انا دايما اصحابي بيقولوا ان البنات اشطر من الولاد وبيقعدوا يساعدوا ماما في البيت، الكلام ده صح؟ اه طب قولي لي انت بتعملي مع ماما ايه في البيت؟ انا بروق اوضتي وهي بتخش تشوف. انت بتروقي اوضتك وهي بتخش تشوف. طب بتقولك ايه لما بتشوف اوضتك؟ بتقولك برافو عليك؟ اه طب كويس. طب ممكن تساعديها في المطبخ كمان؟ اه تعملي معاها ايه؟ انا بوزع الاطباق على السفرة. برافو عليكي. هنا بتحط الاطباق على السفرة. طب بعد الاكل بتشيليها تاني؟ اه برافو جدا. هنا شاطره قوي وبتساعد مامتها في انها بتروق اوضتها، وكمان بتحط الاطباق على السفره وبترجع تشيلها بعد ما يخلصوا الاكل. طبعا البنات عندنا شاطرين جدا، وكمان الولاد هنشوف اذا كانوا هيبقوا شاطرين النهارده. ادهم هيبقى اشطر من هنا ولا هنا هي اللي اشطر من ادهم؟ احنا هنجيب الشكل ده اللي معانا. دي بتبقى كوبايه بلاستيك ليها شكل من بره شكل جميل. دي اللي احنا هنعمل فيها التارت اللي معانا. هنعمل ازاي؟ هناخد كنافه نعمل بيها طبقه. الاول نحط شويه كنافه ونسويها، وبعد كده نحط فيها الكاستر. نحط معلقه كاستر كبيره او معلقتين على الوش. نرجع نحط كنافة تاني، طبقة تانية، وطبقة تكون برضو تخينة. وبعدين نبدأ نحط على الوش خالص بقى من فوق الكريم شانتيه، وبعدين نقطع الفواكه سلايز رفيعة، وبعدين نبدأ ان احنا نزين شكلها. خلونا نبتدي الاول باننا نعمل الكنافة والكاستر والكنافة مرة تانية والكريم شانتيه، وبعدين نقطع الفاكهة اللي معانا.
خلصنا مع بعض التارت اللي احنا عملناه. عملنا التارت بتاعنا بحاجات بسيطه جدا. عملنا كنافه اللي بالسكر اللي متقطعه صغيره، حطينا اول طبقه، والطبقه اللي في النص بعد كده كانت كاستر، وبعدين كنافه تاني، وبعدين على الوش حطينا كريم شانتيه، وقطعنا بالسكينه البلاستيك، قطعنا الفاكهه اللي معانا الفراوله والتفاح، عملناها سلايزز رفيعه، حطيناها كده وحطينا فراولايه كبيره في النص، بقى شكلها بالظبط عامل زي التارت. اكيد هيبقى شكلها حلو لو عملنا منها كتير جدا وعزمنا اصحابنا عليهم وعملنا بارتي في البيت. اكيد هيبقى حاجه جميله ان احنا نعمل حاجه بايدينا، وممكن نفاجئ ماما ان احنا عاملين حاجه حلوه، وكمان عاملينها في البيت بمكونات كلها طبيعيه، حاجات كلها مفيده ومش بتضر صحتنا ابدا، وفي نفس الوقت الفاكهه اللي فيها فيتامين كتير واللي احنا بنحبها. اكيد خلصنا كده معاكم الكوكينج. كان معايا طبعا ادهم وكان معايا هنا، الاتنين شاطرين جدا وساعدوني وقدرنا نعمل تارت شكلها جميل جدا. هنسيبكم دلوقتي ونروح لفقره تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شوكة. اصحابي احنا وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة الهاند كرافت. النهاردة في الهاند كرافت هنعمل شكل جميل جدا زي ما احنا شايفين كده. هنعمل شكل الديك. احنا دايما بنحب نعمل اشكال لان اصحابي بيقولوا لي احنا بنحب نلعب مع بعض وبنحب نعمل اشكال بايدينا، نعمل بيها حكايات وحواديت ونقعد نعمل كلام كتير جدا. فاحنا قررنا النهارده نعمل شكل زي ده، وطبعا في حلقات تانية هنعمل لكم اشكال كتير جدا. ممكن نعمل شكل فيل، ممكن نعمل شكل زرافه. كل الاشكال دي بتبقى حلوه لما نعمل بيها حدوته كبيره ونقعد نلعب مع بعض بيها. طيب انا معايا كمان اصحابي اللي هيشاركوني النهارده واللي هيعملوا الشكل اللي معانا. نتعرف عليهم دلوقتي على طول. اسمك ايه؟ ترتيب. ترتيل. انا معايا ترتيل، وانت اسمك ايه؟ حمزة محمد علي. حمزة. ترتيل وحمزة النهاردة هيساعدوني عشان نعمل الشكل اللي معانا ده. واللي معانا ده سهل جدا بسيط، كل الحاجات اللي احنا بنستخدمه فيها حاجات سهلة جدا. هقول لكم هنستخدم ايه. احنا هنستخدم ورقة بيضة، ورقة بيضة عادية خالص زي ما احنا شايفين، وهنستخدم ورق مقوى لونه احمر اللي هنعمل بيه ده، اللي هنعمل بيه العرف كده بتاع الديك ده هنرسم على الورق المقوى الاحمر. هنرسم كده زي الايد، ممكن نعمل ايدينا شكل ايدينا ونرسم كده بالقلم، وبعد كده نقص بالقلم، نقص بالمقص البلاستيك وادي ترتيب. وبعدين هنجيب ورق مقوى لونه اورنج ونعمل مثلث كده 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 كده، نقص الشكل ده. وكمان بالورق المقوى هنعمل كده، نرسم كده مع بعضينا بالقلم، وبعدين نقصقص بالمقص البلاستيك. وهنعمل كمان الرجلين بتاعت الديك بتاعنا، هنرسم كده 3 صوابع ونقصها عشان تبقى جاهزة معانا.
وهنلزق بقى بالجلو. انا عشان كبيرة هلزق بالمسدس شمع، لكن كل اصحابي الصغيرين بيستخدموا الجلو عشان هو امن اكتر عليهم. هنحتاج كمان قلم، عشان القلم ده اللي هنعمل بيه شكل الرموش. والعينين دي بنجيبها من المكتبة، بتبقى سهلة جدا، اي مكتبة بقى فيها العين دي. وهنحتاج كمان الدباسة عشان هندبس بيها الورق بتاعنا. وتعالوا بقى بينا على طول نبتدي مع بعض دلوقتي ونشوف هنعملها ازاي. الاول لما نلف ده الورقة دي وندبسها عشان تبقى بشكل اسطوانة، وبعد كده لما نلزق عليها هتبقى عاملة ازاي. كده يا اصحابي احنا بدأنا نلف الورقة البيضاء اللي معانا ودبسناها من تحت ومن فوق عشان يبقى شكلها كده. بعد كده هنبدأ ان احنا نلزق عليها الرجلين من تحت، نعمل رجلين، نحط الرجل كده والرجل التانية كده، وبعد كده نلزقها عليها، وبعدين نبدأ نحط العرف بتاعها كده ونكمل بقية الشكل اللي معانا. احنا كده خلصنا مع بعض شكل الديك اللي احنا عملناه. بدأنا ان احنا نلزق الرجلين بتاعته، كمان لزقنا البق ولزقنا وحطينا العرف بتاعه اللي لونه احمر، عملنا العينين وعملنا كمان الرموش، بقى شكله جميل جدا كده. عملنا شكل نقدر نعمل بيه حكايه كبيره جدا مع اصحابنا ونلعب بيه. جميل ان احنا نعمل اشكال بايدينا، وجميل يكون عندنا مخيله واسعه نقدر نعمل اشكال ونعمل حكايات كتير مع اصحابنا ونلعب بيها. وانا اصحابي اللي معايا النهارده حمزه وترتيل ساعدوني في اننا نعمل الشكل الجميل اللي معانا ده. كده احنا خلصنا مع بعض، نروح لفقره تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطة.
اصحابي، احنا وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستوري. النهاردة الستوري بتاعتنا هنتعلم منها حاجة مهمة جدا. خلوني ابدأ معاكم، بس قبل ما نبدأ اعرفكم على اصحابي اللي معايا ياسين، معايا رهف، اياد، ياسين، ريتال، مصطفى، نور، واياد. اصحابي اللي معايا النهارده هيسمعوا الحكايه بتاعتنا اللي بتتكلم عن السمكه الذهبيه. ايه حكايه السمكه الذهبيه اللي معانا دي؟ هنعرف على طول مع بعض. السمكه الذهبيه اللي معانا هي سمكه في البحر، عايشه في البحر الكبير، ومعاها مجموعه كبيره جدا من الاسماك الصغيره اللي قدها في السن، ودايما هي بتعيش في مكان فيه لقالق، وبتنام هي دايما في المكان ده، وده يعتبر بيتها. طيب وبعدين وكانت دايما كل يوم الصبح لما تقوم من النوم تروح للأستاذ اخطبوط اللي كان بيعلمها أصول العوم، وبيعلمها حاجات كتير جدا في أعماق البحار، وكانت دايما تقوله إنها نفسها تسافر بعيد بعيد في الأعماق وتسبح وتشوف كل حاجة موجودة في الأعماق. لكن الأستاذ اخطبوط كان دايما يعرفها ويقول لها طبعا لازم نتعلم ان احنا نعوم في الأعماق، لكن لازم تعرفي ان انتي صغيرة ولازم تستني لحد ما تكبري شوية وبعدين تبقي تروحي تعومي في الأعماق. قالت له طب وانا ليه يا أستاذ اخطبوط استنى لحد ما اكبر؟ طب ما انا كبيرة، ايه المشكلة لما اروح من دلوقتي؟ الأعماق فيها حاجات كتير حلوة واسماك كتير ملونة، وعايزة اتعرف على حاجات كتير مختلفة. لكن هو نصحها اكتر من مرة وقال لها انتي لما تكبري هتعرفي حاجات كتير جدا، فبالتالي الأعماق مش هتبقى عليكي خطيرة، تقدري ان انتي تسافري براحتك، وتقدري ان انتي تحمي نفسك وتساعدي نفسك كمان. لكن السمكة الذهبية ما اهتمتش ابدا بكلام الأستاذ اخطبوط، وبدأت ان هي تروح لاصحابها اللي موجودين دول، السمكة المنتفخة والسمكة المخططة، وتقول لهم ان هي عايزة تسافر بعيد جدا وتسبح في الاعماق وتشوف كل حاجة نفسها فيها. برافو عليك يا ياسين، ياسين بيعرف يعوم في المية. اوكي، الحلوة دي. انت بتمسك السمكات دي؟ بتخاف منها؟ اوكي، نكمل كلامنا عن السمكة المخططة. قالت للسمكة الذهبية، قالت لها انتي افكارك دي افكار غريبة جدا. وبعد كده السمكة المنتفخة قالت لها انتي افكارك غريبة وكمان خطيرة جدا، تعرفة لو رحتي الاعماق ممكن يحصل معاكي ايه؟ لكن طبعا هي سابتهم وراحت بعيد عنهم. السمكة المنتفخة قالت لها انت كده هتعرضي نفسك لمشاكل كتير. والسمكة كمان المخططة قالت لا، احنا لازم نروح بقى نقول للأستاذ اخطبوط ان السمكة الذهبية سابتنا وعايزة تمشي لوحديها. وفعلا السمكة الذهبية سابتهم وراحت بقى قالت انا هسيب صحابي وهروح ابدأ امشي في الاعماق، لان انا شايفة اسماك كتير ملونة هناك بعيد كده، ولقيت فعلا اسماك ملونه شكلها جميل جدا. قالت انا هروح امشي معاهم ونبدا ان احنا نعوم في الاعماق البعيده جدا. وبعد كده راحت للاسماك الملونه الجميله، لكن الاسماك دي ما خدوش بالهم من السمكه الذهبيه، وفضلت لقيت نفسها ان هي بتعوم لوحدها في الاعماق، وانها مش معاها حد خالص. طبعا هي صغيره مش هتعرف تتصرف. لكن المشكلة بقى الصعبة ان هي اتفاجئت مرة واحدة بسمكة قرش كبيرة وليها اسنان كبيرة جدا جاية بتهاجمها. طبعا السمكة الذهبية خافت وبقت مش عارفة تعمل ايه، وقعدت بقى تفكر هتعمل ايه قدام سمكة القرش الكبيرة دي، لان سمكة القرش ابتدت ان هي تطاردها وعايزة تاكلها، وطبعا السمكة الذهبية عايزة تهرب منها لكن هي مش عارفة تعمل كده. اتفاجئت كمان ان مجموعة اسماك كتير جدا من القروش بتحاول ان هي تهاجمها وتحاول ان هي تصطادها عشان تاكلها، وبقت خايفة جدا ومرعوبة وعمالة تعيط ومش عارفة تتصرف ازاي. لكن في الوقت دوت ظهر الاستاذ اخطبوط، ظهر فجأة مرة واحدة وراح باصص لاسماك القرش، وراح مقرب من السمكة الذهبية واخدها طبعا تحت دراعاته، ورش المادة اللي لونها اسود اللي بتطلع منه خلت اسماك القرش ما يعرفوش يشوفوا السمكة الذهبية. وطبعا الاستاذ اخطبوط اخد السمكة الذهبية وجري بسرعة ورجعها لبيتها. رجعت السمكة الذهبية في وسط اصحابها
وكانت فرحانة جدا، واصحابها كانوا فرحانين بيها جدا جدا جدا، وقالت لهم ان هي دلوقتي عرفت انها كانت غلطانة. قالت لهم سامحوني، انا غلطت كتير، وبعد كده هسمع كلام اللي اكبر مني، وهبعد عن اي حاجة ممكن تأذيني، ومش هعمل غير الحاجات اللي انا عارفاها وبس. كده خلصت الحكايه بتاعتنا بتاعت السمكه الذهبيه. اتعلمنا منها حاجه مهمه جدا، اننا لازم نسمع كلام اللي اكبر مننا، ما ينفعش نعمل حاجه احنا مش عارفينها، لازم نكون عارفين كويس قوي كل مكان بنروحه، كل حاجه بنعملها. لو حاجه مش عارفينها نسال بابا او ماما عليها، او الميس في الكلاس بتاعنا، اكيد هي هتقول لنا على الحاجه الصح، ولازم دايما نعملها على طول. اصحابي كده خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده. يا رب فقراتنا كلها تكون عجبتكم. كل يوم بيكون معانا فقرات جديده، اصحاب جداد ومغامرات مختلفه كل يوم. تابعونا كل يوم، وشقاوتنا شقاوة شطار.